السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم، مساء الخير عليكم. ما على باليش هذا الفيديو على قداش راح يلحق لكم. المهم، ان شاء الله تكونوا بخير خياتي والوردات تاعي يا الغاليات يا الزينات يا الفحلات. ان شاء الله تكونوا مهنيين وتكونوا بصحة جيدة. هاني جيت، ارواحوا سامعوني وارواحوا نبداو الموضوع تاع اليوم. نبداو بسم الله كالعادة. اليوم راح نهضروا على واحد الصفة كامل النساء يكرهوها في الرجال، وعلى بالي كامل راح تعطوني الرأي وتقولوا لي كامل نكرهوا هاد الصفة، وهي البخل، يعني الرجل المجحاح. شكون فيكم اللي تحب الرجل المجحاح؟ تقول انا. يا خالتي ويا خياتي، المرأة قد ما تكون حبت راجلها، وقد ما تكون ضحات على جالو، وقد ما تكون تحملت وتميزرت على جالو، النهار تعرف وتعاشروا وتلقاه باللي باخيل، ديروا في بالكم باللي حتى هي تاني راح تولي مجحاحة في المشاعر نتاعها، من جهته راح تولي بخيلة في المشاعر والعواطف. وللأسف يا خياتي كاين نساء يحبوا يعيشوا، يحبوا يتمتعوا، يحبوا يلبسوا، يحبوا يحوسوا. صح، ما راناش نهضروا على التبذير، رانا نهضروا على الصرف العادي، يعني تاع تعيشي حياتك قدر الاستطاعة، قدر الميزانية تاعك، قدر القدرة الشرائية تاعك، قد شهريتك. بصح كاين رجال خلطي لهم في عينيهم وما تخلطي لهمش في جيبهم. كل حاجة تقول عليها مرته يشوفها غالية ويشوفها خسارة ويشوفها مصروف زيادة، وما لازمش نجيبوها وما لازمش نخسروا دراهمنا عليها وما راناش محتاجينها وما عندنا ما نديروا بيها. هذو الأسباب كامل يقولهم الراجل المجحح. حتى الطبيب يا عجابة تلقايه حارم روحه من طبيب. ولو كان غير روحو برك تلقاه حارم اقرب الناس ليه، واللي هما وليداته ومرته. مرضت مرته ولا مرضوا وليداته، طيبوا تيزانات براو، ديري لهم انا شربي لهم الزيت يبراو، اعطي لهم مانيش عارفه انايا دفيهم مليح يبراو. ليسونسيال ما تقولي ليش اديهم لطبيب، الطبيب ما تقولي ليش عليه باطل، اديهم وما نشريش الدواء. هذيك الورقه تتخبى حتى تروح كامل الكتيبه منها، غير الى شاف لي هكاش واحد ولا شراه لها، هذيك حاجه واحده اخرى. بصح انا باه تقولي لي نديهم للطبيب ونخلص عليهم الكونترول ونزيد نشري لهم دراهم، انا غير ما تقولي ليش. هذه هي كلمات كيف نقولوا، هذه هي كلمات الرجل المجحاح. بالك يبدا يقول لها غير حتى شوفي بابا ويما بكري ما كانوش يروحوا للطبيب وخرجوا صحاخر منا، وطبيب ما عنده حتى فايده. والمهم هادو كامل الاسباب اللي يقولهم الرجل المجحاح. وقد ما نهضر ونزيد بالك هو راه يقول كتر وكتر وكتر. بصح كاين حاجه ظاهره هي للاسف نلقاوها ثاني في الرجل الباخل. كاين بعض، يعني البعض تلقايه مجحاح مع مرته وولاده، بصح قدام يمه قدام باباه قدام خياته تلقايه غير يصرف، بالك يلحق حتى للتبذير. مانيش عارفه بحجه انا يا بالك باه يبين روحه، شوفوني وليدكم راجل، وليدكم عنده دراهم، وليدكم يعرف يصرف، وليدكم ما يعسش فيكم. بصح غير يدخل لشومبرتو، غير تبدا مرتو تقول له جيب لي وجيب لي، ولا ها وليدك مريض، ولا تبدا توصي فيه، هذاك الجيب يدير له كادنا. ولا تاني تلقايه معزز روحه ومفحشش روحه، الله الله كيما نقولوا عاطي العمر طريحه. اللبسه ما عندي ما نحكي لكم، يشري غير الماركه. الحوايج يبدل فيهم كيما يبدل مانيش عارفه انايا صبابطو حاشاكم. أه ماشي مخليه روحه. الروايح ما عندي ما نحكي لكم، ينفنفوا ينشموا منين منين.
وكي تقول له مرتو خصتني هذيك الحاجه ولا دراري محتاجين هذيك الحاجه يقولها ما كاش ويقولها ما عنديش. هذا بالنسبه لي بالاضافه للبخل، هذا انسان اناني، هذا رجل اناني ما يحب حتى واحد، يحب غير روحه وما يخمم في حتى واحد، يخمم غير في روحه. ناسي المسؤوليه اللي راه ناسي العيله اللي راه مسؤول عليها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ناسي باللي عند ربي سبحانه راح يتحاسب على هاد الناس اللي راح حارمهم من ابسط الحقوق وزيد بزياده، هو يتمتع ويزيد وهما مخليهم عرايا ومخليهم للشر ومخليهم لو كان ما يعطوهمش الناس ما ياكلوا ما يشربوا، بالك ما يلبسوش، لو كان ما يعطوهمش الناس ما يلبسوش، هو يتعزز ويتكرم وهما مساكن يلبسوا في الشيفون تاع الغاشي. حرام عليه. وهذو للزوج السبه نتاعهم جاو من الحرمان اللي عاشوا فيه. يعني البخيل خرج بخيل باسكو شاف باباه ولا يماه بخيلين، تعلم منهم هذيك الصفة وحسبها باللي هي هذيك هي الأساس في الحياة. والأناني ماليه رباوه على الأنانية، كانوا يفضلوه بالك على خاوته، كانوا الحاجة العزيزة يجيبوها له ليه ويخلوه خاوته، الماكلة العزيزة يعطوها له ليه ويخلوه خاوته. إذا هذاك الطفل ملي كان صغير وهو هكاك كبر على هذاك الأساس، ومن شب على شيء شاب عليه، ولا راجل وما قدرش يتحمل مسؤولية ولاده، قعد أناني يخمم غير في روحه. وهاد الزوج صفات صعيب بزاف عليك باه تقدري تبدليهم في الراجل هذا. يعني كبر عليهم وتربى عليهم، صعيب بزاف عليك انك تعاودي ترجعيه للطريق المستقيم. اهمال قولوا لي يا اختي واش تنصحينا؟ انا ننصحكم حاجات. الحاجة الاولى واللي هي لازم تديروها قاعدة في حياتكم وتتعاملوا بيها وتطبقوها، لازم ما تعايريهش وما تسبيهش وما تضليش تفكري فيه باللي هو اناني وبخيل وتضلي تهضري فيها قدام ولاده. ولازم خاطش هاد الطريقه نتاعك تاع تضلي تفكري فيه كامل راكي تزيدي ترسخيله في الذهن نتاعو، في العقل الباطن نتاعو باللي هو صح بخيل وما يقدرش يتنحى على هذيك الصفه وما يقدرش يبدلها. يتسمى في عوض ما راكي تداوي في الموضوع راكي تزيدي تفاقمي فيه. يهما القاعده هذه طبقوها، في عوض ما تقولي انت بخيل ديري العكس نتاعها باه تعاود تتنحى، وباذن الله مع الوقت بالك يتبدل شويه ويتلحلح شويه كيمد شويه مصروف ما عليه. الحاجه الثانيه، الحاجه اللي يجيبها لك قضيان، حتى وكان ماشي مليح، حتى وكانت حاجه رخيصه، حتى وحاجه كي شفتيها من قوه ما عجباتكش شعرك وقف، حتى وحاجه ما تسوى حتى حاجه عندك، معليش قولي له يعطيك الصحه وان شاء الله ربي يعيشك وتجيب لي وتجيب لوليداتك وهاد الحاجه. وقعدي تقولي لولادك شوفوا باباكم واش جاب لي، شوفوا شحال شابه، شوفوا شحال عجبتني، ربي يخليه ويجيب ما اكثر. هاد الحاجات بالك راح يعزوا فيه وراح يزغدوه هكا شويه ويلحلحوه، يولي يمد شويه مصروف ويجيب حاجات شابين للدراري وليك ان شاء الله. والحاجه الاهم في الموضوع انه مسموح لك شرعا تديله مدراهمه بلا ما تقولي له. بصح كي راني نقول لك تديله مدراهمه ماشي معناتها تسرقيه وتديله كل خطره، يعني نقول كلمه تسرقيه يعني كي تكثري، بصح الا ديتيله باه تجيبي الضروريات تاع الدار واش محتاجه، ولادك ما عندهمش حاجه هكا تجيبيها لهم، هذه مسموح لك شرعا لانه بخيل. بصح ماشي معناتها تتمادي في الموضوع وتولي كل خطره تديله وتشري حاجات اللي هما كماليات عنده الحق فيهم، تجيبيهم ولا ما تجيبيهمش ما راح يزيدوا فيك ما راح ينقصوا لك ان شاء الله. وتكونوا فهمتوني في هذه النقطه، انا ما رانيش نفتي بصح راني نقول لكم واش يقولوا شرعا في هذا الموضوع. يعني اذا كان هو باخل من جهة ما يمدلكش برك مصروف اليد، كاين نساء تقول لك راجلي صح يصرف على الدار ويشري لي ويجيب لولادو بصح ما يمدليش مصروف ليا، باخيل ما يمدنيش. هذا ماشي بخل، هذا بيد ما راهو كافي الدار تاعو والحاجه اللي تطلبيها يجيبها لك ويجيبها لولادو، ما يعطيكش المصروف، بالك مع الوقت يولي يمدلك بصح ماشي معناتها هو باخيل.
باه نتفاهموا يا اختي، اتقي الله، هذا ما هو اسموش بخيل. الحاجه الاخرى اللي حبيت نقولها باه ما نزيدش نطول عليكم اكثر، نقول لكم الا كاش بخيل ولا بخيله راهم يسمعوا فيا وسمحوا لي على هذه الكلمه اللي نعدتكم بها، هي صفه برك سمحوا لي. نقول لكم باللي ناس بكري قالوا دراهم المشحاح ياكلهم غير المرتاح، على هذا والدنيا فانية، على هذا تمتعوا بحياتكم وبدراهمكم مع أقرب الناس وخليهم يدعوا لكم دعوة الخير وانتم تسمعوا، خير من كي ياخذ ربي امانته ويتفكر امانته ياكلوهم وما يقولوش حتى يرحم اللي خلاهم منا ولا يعطيه الصحة خلاهم منا وراح. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، وان شاء الله نكون لحقت الفكرة اللي راهي في بالي. نتمنى من قلبي يعجبكم الفيديو تاع اليوم، واذا عجبكم ما تنسوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناة الى اول مرة شفتوها، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء.